السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الموجزة الرياضية، والبداية بالعناوين. هدف واحد يفصل النصيري عن معادلة رقم بن مبارك في الليغا. أمرابط يفقد رسميته في تشكيلة مانشستر يونايتد. الصحافة المغربية تتنكر ياسين بونو في تصويت الكرة الذهبية. والآن إلى التفاصيل. قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم إلى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سجل الدولي المغربي يوسف النصيري هدفا أنقذه به فريقه إشبيليا من الخسارة أمام سيلتا فيغو في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله مساء يوم أمس ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني. النصيري دخل كبديل في الدقيقة 70 بعدما كان فريقه متأخرا بهدف دون رد، حيث نجح في هز الشباك وإنقاذ فريقه بهدف التعادل في الدقيقة 84. ويعتبر هذا الهدف الرابع للمهاجم يوسف النصيري في الدوري الإسباني هذا الموسم، والسابع له في جميع المسابقات. فقد الدولي المغربي سفيان مرابط رسميته وظل حبيس مقاعد البدلاء خلال المباراة التي فاز فيها فريقه مانشستر يونايتد على موظفه فولهام بهدف دون رد يوم أمس ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبدو أن الهولندي تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لم يعد مقتنعا بمردود اللاعب بالرغم من غياب البرازيلي كاسيميرو بداعي الإصابة، حيث ظل مرابط حبيس مقاعد البدلاء خلال هذه المباراة. ويأتي جلوس مرابط على مقاعد البدلاء بعدما شارك كبديل في المباراة السابقة أمام نيوكاسل في مسابقة الكأس، حيث دخل مع مطلع الجولة الثانية وتسبب في الهدف الثالث لخصم فريقه. تصدر الإشارة إلى أن سفيان مرابط انضم لمانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما إليه من فيورنتينا الإيطالي بموجب عقد إعارة يمتد لموسم واحد. لم يحصل ياسين بونو حارس الهلال السعودي وقبله إشبيلية الإسبانية على المركز الأول في التصويت الصحفي المغربي المشارك في اختيار جائزة الكرة الذهبية، وحل بونو في المركز الثالث عشر بالنسخة الأخيرة من الجائزة التي حصدها بطل كأس العالم 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي. وكشفت صحيفة فرانس فوتبول المسؤولة عن الجائزة يوم أمس عن ترتيب الأصوات جميعها، واختار الصحفي المغربي المسؤول عن التصويت ميسي بدل ياسين بونو، رغم أنه صاحب الفضل في وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي المونديال وكذا تألقه رفقة إشبيلية في المسابقات الأوروبية. والطامة الكبرى أنه لم يكن حتى ضمن اختياراته الثلاثة الأولى، حيث اختار دي بروين في المركز الثاني ومبابي في المركز الثالث قبل أن يختار بونو في الصف الرابع. فكيف لنا أن نتأسف على عدم إنصاف الأجانب لمجهودات حارس أرين الأسود الأطلس ياسين بونو، في حين أن أبناء جلدته تنكروا له وفضلوا إبعاده عن المنافسة عن الكرة الذهبية.